اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا عطل جديد عن الكبة. الكبة مشكلتها ان هي بتشتغل ولكن السكينة مش شغالة. هنشوف المشكلة فين ونحاول نحل مع بعضين. يعني هندوس كده، الموتور شغال ولكن اهو الموتور شغال معايا اهو، ولكن السكينة ما بتلفش. ومع العلم ان الوش بتاع الترس سليم والسكينة معايا برضو نفس الوضع، كويسة ما فيهاش اي مشاكل. السكينة سليمة خالص اهي، ما فيهاش لكسورات ولا اي حاجة. طيب المشكلة فين؟ هنبدأ نحل ونعرف مع بعضنا المشكلة فين. خليك معايا. عندي مسمار هنا اهو، هنبدأ نفك المسمار ده. هنبدأ نعمل كده بالراحة طبعا، ما تتعفاش عليها عشان ما تتكسرش معاك. اهو بالشكل ده كده طلعت معايا بكل سهولة. طبعا دي مكانها هنا ودي هنا. هنبدأ واحدة واحدة مع بعضينا. هنفك الماتور نفسه عشان نشوف هل عندي مشكلة في التروس ولا ما عنديش. عندي مسمار هنا اهو، مسمار هنا، دول اللي ماسكين الماتور نفسه. هنبدأ نفك المسمارين دول. كده طلع معايا الماتور. هنشوف المشكلة معايا فين، هل في عندي مشكلة في التروس ولا ايه الدنيا. انا عندي الترس الاساسي بتاع الموتور، اول ما بيلف الموتور بيلف معايا الترس ده بيبدأ يحرك الترس ده، وده بيحمل هنا بيحرك معايا الترس اللي هو واصل للكبة نفسه. كده احنا لو لقينا فيه نعومة في الترس ده، يعني الترس ناعم شوية مش خشن، هيفوت معايا سن الرباط ومش هيشتغل معايا. ولو اشتغل هيجاوب في مكان تاني، مش هيجاوب معايا. يعني اهو الترس اهو، لو ثبت انا الترس ده كده هنيجي نشغل بيلف معايا معش كويس اهو، ولكن جه في حتة وبدأ ايه يجري كده في سنة ناعمة معايا. هتبدأ تشيل الودنين البلاستيك اللي زي كده ونبدأ نفك. طبعا هيطلع معايا الوش بالشكل ده. كده انا بنفحص الترس ده، هل الترس ده فيه مشكلة ولا لا. هتفحص الترس على الهادي كده، نشوف في مشكلة، في سنة مهتومة، في اي حاجة. مفيش اي مشاكل بالنسبة لي، تمام. هنخش على المجموعة دي. المجموعة دي ترسين، ادي ترس وهنا الترس التاني. هنبدأ نبص هنا على الترس، هل في حاجة ناعمة معايا. الاسنان دي فيها سنة ناعمة، فيها سنة فيها تآكل ولا حاجة. هنغيرها، مفيش. هنبص هنا نفس النظام. لو لقينا السن ناعم، عندي السن هنا ناعم خالص، هنستبدله بقطعة تاني السن خشن شوية، ولكن اهم حاجة تكون نفس المقاس بالشكل ده. اهو ادي الترس اللي المفروض يركب معايا. طبعا اول حاجة هتركبها، هتركب دي مكانها، وبعد كده هنركب عليها الترس التاني، لان هو اللي بيمسك معاه الترس الاولاني. هنكلبش ترس كده عشان نتأكد ان الدنيا تمام، ونحاول نلف الترس التاني. طب هنسيب له سنة كده اهو، هنشوف هل بيلف معاه على الفاضي ولا السن خشن وكويس. مادام لقيت السن تمام معايا، هنبدأ نركب اهو بالشكل ده. طبعا تراعي في التركيب، عندي سن هنا وعندي هنا فتحة، والمسمارين هيقابلوا بعضيهم مكان فتحات المسمار. تركيبها سهل، مش محتاج مجهود ولا تعب. هتبدأ تربط المسمارين. بعد ما تربط على المسمارين وتجمع عليهم كويس خالص عشان يحكم المسافة اللي هنا، هنبدأ
نلف الترس ونشوف الدنيا فيها ايه. هنشوف اللفة هل هي ناعمة، هل الماتور بيلف معايا. انا اهم حاجة لما نلف الترس ده، دي الوش اللي هو بيركب في الكبة نفسها في السكينة، يلف معايا ويلف معايا الماتور تحت اهو، هما الاتنين في نفس الوقت. طبعا من الافضل هندي سن الشحم على الترس عشان يسهل الحركة وما يعملش معايا تآكل في التروس. وكده احنا نبقى ادينا شحم للتروس. طيب يا هندسة، انا لقيت التروس سليمة والتروس خشنة ولكن بتعمل معايا نفس الوضع هنا. ليه؟ لان بيبقى في مسافة بين الترس ده والترس اللي هو ده اللي ورا الناحية دي اهو، يبقى في عندي مسافة بين الترس ده والترس ده، ففي خلوص بينهم. طيب دي هل ليها حل؟ اه ليها حل. هنبدأ نفك المسمارين دول، وزي ما هما كده هنبدأ نوسع مكان الوش الفوقاني ده. هو بس الوش الفوقاني ده، واحنا طلعنا الوش ده، هنوسع بكام فتحتين المسمار اللي هو المسمار ده وده، هنوسع بكام فتحتين في الوش بس. تحت ما تفسعش، لان هنا تحت انا المفروض المسمار ده بينزل ارباط عشان المسمار ما يبوظش مكانه معاك. بعد ما توسع فتحتين المسمار اللي هو مكان الوش، بندي سنة كده بسيطة باللز لزة كده بسيطة، وبنبدأ نربط على المسمار والمسمار، فكده بالتالي بيزنق معايا الوش هنا الترس ده على الترس ده، وتبدأ الدنيا تظبط معايا اللي هو الترس اللي هنا والترس اللي تحت المسافة اللي بينهم. لما انا سحبت سحبة كده، او لو العكس، وهنلز لزة كده ونبدأ نجمع نربط، لان انا اديت هنا خلوص كده هيبدأ يجمع معاك وهيشتغل معاك زي الفل. هتبدأ تقفل زي ما فكيت. نسمي بسم الله. وكده تبقى انت حليت مشكلة التروس، وعرفت ازاي هتداوي التروس. لو عندي ترس ناعم بالشكل ده فانا هغير الترس، لو عندي مشكلة في الفتحات زي ما شرحنا، ولو حصلت وجات قدامنا حاجة زي كده على طول هعمل لك بيها فيديو اصورها لك. واي معلومة حابب تستفسر عنها انا تحت امرك، راسلني في التعليقات وانا هرد عليك. سلام.